يلا بقى النهارده هنعمل مع بعض تحلية حلوة جدا وسهلة وسريعة والولاد هيحبوها جدا. هنحتاج بقى من 5 ل6 صوابع موز، لو الموز اللي عندكم حجمه كبير كفاية 4 بس. هنقطع الموز ونحط عليه معلقة كبيرة كاكاو غير محلى ومعلقة كبيرة كاكاو محلى، وهنحط عليهم كمان 30 قطعة من البسكوت السادة وكوبايتين من اللبن ونص كوباية من الفول السوداني المحمص أو أي مكسرات تانية انتوا حابينها. هنجيب بقى الهاند بلندر وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا، او خدوهم بقى وحطهم كلهم في الخلاط. بعد كده بقى هندوق السكر بتاعهم، لو لقيتوا ان السكر بتاع البسكوت والموز كويس كده عندكم ومظبوط يبقى ما تحطوش عليها حاجه تاني. انا حسيت ان انا محتاجه كمان معلقتين سكر فزودت عليها معلقتين من العسل، وانا بضربهم كمان زودت عليهم ظرف من الفانيليا بس اللقطه دي ما اتصورتش. وطبعا بقى التحليه براحتكم، لو لقيتوا ان السكر بتاع الموز والبسكوت كفايه عندكم ما تزودوش عليها ولا سكر ولا عسل. وبس كده خلاص بقى هنجهز الكوبايات بتاعتنا او الكاسات وهنصبها في الكوبايات، وهنزين بقى الوش بتاعها كده بقطعه من الموز ورشه من السوداني او رشه من البسكوت المطحون. والمفروض طبعا هنا كده ان احنا ناخدها وندخلها التلاجة على الاقل ساعه قبل التقديم. بس انا هنا كده قدمتها معاكم على طول، هتلاقوا ان القوام بتاعها لسه مش متماسك، بس في اللقطه اللي بعد دي انا دخلتها التلاجة بالظبط نص ساعه، القوام بتاعها بيكون متماسك اكتر. زي ما انتم شايفين هنا كده انا بالظبط في اللقطه دي دخلتها التلاجة نص ساعه. شايفين القوام بتاعها بقى متماسك اكتر ازاي؟ كل ما قعدناها في التلاجة اكتر كل ما القوام بتاعها بيكون متماسك اكتر. جربوها بقى ومتاكده هتعجبكم وهتعجب كل البيت، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي.